طبعا هذه الكلمات جبتها جويه، ما هي مرسلة لحد، وإنما في موقف حدث وأنا موجود في البلاد في استشهاد أو في قتل الشهيد رحمه الله فارس طماح في سجنه من قبل رجال الأمن، وطلعت هذه الفكرة براسي وجبتها، فقلت فيها: خالد عمر قال من علقاره النصبة مغر سلطن تناول عز والعرفان، ومن على جار ذي للشر تتنبأ وترب طم الصرم وابليس والشيطان، ومن على العر ذي لا شامخ رهبة، ومن حيد شامخ ثمر، ومن جبل درفان من حيد يافع مغر الجد والآباء، من قبل هارون من قبل الملك لقمان، ومن ضلع يافع سوا ذي نسلك الدربة، وردف يافع بتشهدها قمم ردفان، من يافع الحميرية الجد لنا ربا لا نقبل البلطجة والظلم والطغيان، على القبيلة علمونا سلم أو حربا، ما نقتل عزل ولا مسجون بالقضبان حشا وكلا، ولا طفلا ولا شيبا، ولا النساء والعوائل عيب ما تهتان حشا وكلا، على من يغطن الشهبة الغدر والبهذلة والزور والبهتان، على الشرف علمونا ما بنتخبى، مواجهة قيد عيب الطعن بالخلفان، من غالي اليافعي يأتيه لا جنبه من استجار بن دهسم دائما كسبان، ما نخشى الحرب لا غد نارها شبا، الموت واحد ونفس النعش والأكفان، اليافعي حر حتى لصطلب صلبة يموت موتة بطل موتة الشجعان، وساعة الشر سيف اليافعي لبى سيفه مع الحق لا يوقف مع غلطان، يا هاقس اليوم صب القافية صبا وحضر ابيات موزونة على قيفان، اوزن وقايس ولا تبني حجر شقبة، واحكم بناء الكويب ووزن الاركان، وهات الاخبار اهل السجن والكربة من ذي سجنهم وايش الذنب والبرهان، واخبار لحق الخضر والموز والعنبة ارض السلع والقنا والفن والالحان، واخبار ابين بلاد القطن والعطبة ذي من هواها يزيح الهم والاحزان، واطرح سؤالي على حجة من الأنباء أنباء جت من عدن والسجن والسجان، من قتل الطماح في سجنه بلا ذنباء وهو مغيد من الرجلان واليدان، من بعد ما عذبه والشتم والسبا ضرب وصوب على راس البطل مجزان، بعد الجريمة على حجة هرب هربا، هل يفتخر عملته أو منحني خجلان، يا أهل حجة أبتصفى وبتنبأ، هي قبيلتكم كذا أو قبيلة سنحان، موقف علن منكم للجار والقربة، وتبرأوا من قبيلة ساير الخجفان، لا تفهموني خطا والعيش والصحبة، القصد موقف بشرف منكم واعلان، لو يافعيسي كذا بنقطعه أربع، لو يافعيسي كذا بنقطعه إربع، يا عار عاره لو يبقى على الوجدان، ما هي شجاعة على مسجون يا أغبى، بتقتل عزل مقيد داخل الأسجان، ولا رجوله تخند لك معاه جربة، وعيش وحدك ولا تنسب من العربان، لا قبيلتكم كذا تبا لكم تبا، ما تنتسب للعرب ما انته ولد عدنان، لو ما الملامة وخوف الله والربة، جيوش يافع تقي خيالة الفرسان، ننزل كما السيل له رهبة، وبه رعبة نيران يشعل ويتفجر حمم بركان، شجعان يأتون مثل صقور بالسربة، رجال متدربة عالفوز بالميدان، وحوش ما يعرفون اللهو واللعبة، بيقطعونك وصلت لعبك القربان، انت ومن ساندك لانت قبي دربة، انت ومن ساندك لانت قبي دبة، تصبح مدنكم اثر كان هنا بنيان، خوفا على قوم لا تحنب بكم حنبة، ما يعرفون انكم عبادة ملقان، ما يعرفون انكم جبتم لهم اعباء بافعال متنكرة للعرف والاديان، ما يعرفون انكم تي قوم قد هبا، تي قوم فرعون والعن مكر من هامان، لو يعرفوا فعلكم ما ذاكم شربا، من عيب جبتوا لهم بيسود الاوجان، لان القبائل ابد ما ترضى العيبة، والقدر والعيب ما هو شيمة الانسان، وختمها عن نبي ما تزرع التربة، ذين اتبع سنته والدين والقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله. خالد عمر السعدي، وتحياتي للجميع.